3 ملاعق، ملعقتين، ملعقتين، نص ملعقة، ملعقة. نعم، كل هذا موجود في علبة عصير. قد فكرت بكمية السكر في مشروباتك اليومية؟ أجسامنا تحتاج كمية محددة من الطاقة وفقا للعمر والجنس والطول والنشاط، والسكر أحد عناصر الطاقة وناخذها من مصادرها الطبيعية مثل الفاكهة والعسل والحليب. ولكن هالمشروبات مليانة سكر، والكمية في واحد منها أكثر بكثير من حاجتنا اليومية، وبالتالي يصير عند الجسم سعرات حرارية زائدة عن حاجته، ما يقدر يصرفها، فوين يوديها؟ على طول يحولها لدهون تزيد الوزن وتعرضنا لمخاطر السمنة. وللأسف كثير يعتقدون إنها البديل الصحي، وفي الواقع قيمتها الغذائية ضئيلة أو معدومة في بعض الأحيان، حتى لو كتبوا عليها صحي ومدعم بالفيتامينات، لأن كميتها بسيطة جدا ولا تؤثر مقارنة بكميات السكر اللي فيها. وكمية السكر في هذه المشروبات تفسد أسناننا وتسبب التسوس. الصدق صحتك أهم من كل هالمشروبات، والماء أفضل بديل. وإذا بغينا نشرب عصير نشرب العصائر الطبيعية الطازجة ونتأكد إنها بدون أي سكر مضاف. ولأن صحتنا هي أهم شيء عندنا، لازم نقرأ بطاقة البيانات الغذائية الموجودة على المنتج ونتجنب النسب العالية من السكريات. ولصحة أفضل توصي منظمة الصحة العالمية باستهلاك ما لا يزيد عن 25 جرام من السكر، وهو ما يعادل 6 ملاعق صغيرة. وإذا عزمك أحد على العصير ارسل له هالفيديو.